صباح الفل ومساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو بتاع النهارده. ان شاء الله النهارده جايين معاكم نتكلم عن قرعه كاس العالم، ونتيجه قرعه كاس العالم اللي كانت بالامس يوم 5/12/2025. قرعه كاس العالم اللي هتقام في كندا والمكسيك وامريكا في 2026 ان شاء الله. ابرز المجموعات مجموعه منتخب مصر طبعا، طريق رونالدو وميسي اللي ممكن يقابلوا بعض في السيمي في ربع النهائي. فهنشوف كل ده مع بعض ان شاء الله النهارده الفيديو كده بالمجموعات واحده ورا الثانيه. اول مجموعه معانا المجموعه الاولى فيها اسفرت ان المكسيك وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبيه والملحق الاوروبي ده. الملحق الاوروبي ده في مين بقى؟ ممكن يكون نشوف الدنمارك في المجموعه دي، ممكن نشوف مقدونيا الشماليه، ممكن نشوف التشيك، ممكن نشوف جمهوريه ايرلندا. المجموعه دي اعتقد مجموعه متوازنه. المكسيك هتحسم التاهل طبعا. المكسيك منتخب مش ضعيف، المكسيك منتخب كويس وعلى ارضه وبين جمهوره، وجمهور المكسيك جمهور من افضل الجماهير العالم اعتقد، يعني كتشجيع جمهور مرعب. فالعوامل دي كلها هتساهم ان المنتخب المكسيكي يصعد طبعا في الصداره. طبعا هنشوف مواجهه نوستالجيا افتتاح كاس عالم 2010 جنوب افريقيا كان بين المكسيك وجنوب افريقيا. في الافتتاح برضو السنه دي هيبقى ما بين السنه الجايه ان شاء الله يبقى ما بين المكسيك وجنوب افريقيا، بس مع اختلاف ان هو في ارض المكسيك. دي طبعا المجموعه الافتتاحيه، المباراه الافتتاحيه تكون المكسيك وجنوب افريقيا. طبعا الماتش كوريا الجنوبيه من المنتخبات الكويسه. الدنمارك لو اتاهلت هيبقى الدنيا هتختلف، يعني الدنمارك هي المنتخب القوي بالنسبه للملحق دال اللي اقوى من مقدونيا، اقوى من التشيك، اقوى من ايرلندا. فاعتقد الدنمارك هي المرشح ان هو يتاهل للمجموعه دي. طبعا المجموعه ايه بالنسبه للمجموعه بي، المجموعه الثانيه هي تضم كندا وقطر وسويسرا والملحق الاوروبي الف. الملحق الاوروبي الف بيضم من كل من ايرلندا الشماليه والبوسنه والهرسك والويلز والمنتخب الايطالي. اعتقد ان الاقرب للصعود في هذه المجموعه هيبقى المنتخب الايطالي. طبعا فيها منتخبنا العربي قطر، مجموعه مش صعبه على قطر انها تقدر تصعد. اي نعم كندا من المنتخبات المستضيفه لكاس العالم، لكن كندا مش من المنتخبات القويه، واعتقد الجمهور في كندا برضو مش من الجمهور اللي يرعب زي جمهور المكسيك. فكندا مع لو ايطاليا طبعا في المجموعه دي، فايطاليا تحسم الصداره، وان شاء الله اللعبه تكون ما بين قطر وسويسرا وكندا. سويسرا من المنتخبات الكبيره بس قطر تقدر تعمل حاجه في المجموعه دي، وان شاء الله نتمنى خير. وطبعا في احسن توالد، يعني اعتقد في 8 احسن توالد، فاحنا عندنا فرصه كبيره جدا للمنتخبات العربيه تصعد باكملها ان شاء الله في هذه. بالنسبه للمجموعه الثالثه، المجموعه الثالثه البرازيل، هايتي، اسكتلندا والمنتخب العربي المغربي. طبعا منتخب المغرب بعد كاس العالم 2022 الجبار اللي قدموه، فكل التوقعات والامنيات على منتخب المغرب ان شاء الله في البطوله دي ان هو يبقى من المنتخبات اللي تقدر تحقق حاجه في هذه البطوله. انا اتوقع باذن الله وان شاء الله، يعني من غير مقاطعه، ان منتخب المغرب 100% يصعد من المجموعه. منتخب المغرب عنده 3 فرص. منتخب المغرب معاه منتخبين اقل منه كمستوى طبعا، هايتي واسكتلندا. اعتقد المغرب بسهوله يقدر يكسب المنتخبين دول، واللعبه هتبقى مع البرازيل على الصداره ان شاء الله. طبعا المغرب شفنا ليه سوابق مع منتخبات اوروبيه كبيره قدر يكسبها، وشفنا ليه سابقه مع البرازيل في ماتش ودي قدر يكسب البرازيل 2-1. فاعتقد ان المنتخب المغربي ان شاء الله هنستنى منه الكتير في كاس العالم ده، فيا رب ما يخذلنا ويا رب يكون قد التوقعات. طبعا اخواتنا في المغرب عارفين ان احنا اكبر، يعني انا واحد من الناس اكبر داعي للمنتخب المغربي. كان في كاس العالم اللي فات، كاس العالم للشباب، كاس العالم للناشئين، بطلع ده من المنتخب المغربي في كل البطولات. فان شاء الله نقدر نشوف انجاز من المنتخب المغربي. المجموعه الرابعه بقى معانا هي اسهل مجموعه في كاس العالم السنه دي. المجموعه امريكا، في المجموعه الرابعه فيها امريكا البلد المستضيف طبعا، اللي هيستضيف يعتبر اواخر البطوله والنهائي. معانا باراجواي، استراليا، والملحق الاوروبي جيم اللي هو اضعف فرق في الملحق الاوروبي. عندك تركيا، رومانيا، سلوفاكيا وكوسوفو. اتنين الاقرب اتنين هي تركيا وسلوفاكيا، وطبعا تركيا ممكن هي اللي تصعد للمجموعه دي. تركيا لو صعدت طبعا هتحسم الصداره، واللعبه هتبقى بين امريكا وباراجواي واستراليا. الاقرب فيهم هياخد المركز الثاني. ممكن نشوف المجموعه دي مركز ثالث كمان، يطلع منهم مركز ثالث، لان الاربع فرق يبقوا موجودين مستواهم متقارب جدا. ممكن نشوف تساوي في عدد النقاط لثلاث فرق من الاربعه، ونقدر نشوفهم في دور الثلاث فرق من المجموعه دي. ممكن نقدر نشوفهم في دور ال 32 اللي هي الادوار خروج المغرب. بقى بتضم المنتخب الالماني ومنتخب كوت ديفوار والاكوادور ومنتخب كوراساو. كوراساو ده من المنتخبات التصنيف الرابع الضعيفه جدا، اللي كان كله بيتمنى انها تقع معاه في المجموعه، هي وهايتي طبعا اللي وقعت مع مجموعه المنتخب المغربي. فكوراساو وقعت مع المنتخب الالماني. اعتقد المنتخب الالماني هيحسم الصعود في المجموعه دي بشكل سهل، والمنافسه هتبقى بين الاكوادور وكوت ديفوار على المركز الثاني.
مجموعه ما فيهاش كلام كتير. المانيا مركز اول ان شاء الله. يعني المانيا اتذبذبت كتير، المنتخبات المستوى وقع في كاس العالم السنين اللي فاتت، كنت بيخرجوا من الادوار المتقدمه كتير. فهل هيقدروا يصححوا ده في كاس العالم 2026 ولا لا؟ طبعا اتمنى لهم التوفيق. المنتخبات الالمانيه من المنتخبات الكويسه في اوروبا، الواحد بيحب يتفرج عليها صراحه. المنتخبات اللي بتلعب لعب جماعي جدا وبتتمتع وانت بتتفرج عليها. المجموعه السادسه معانا هي مجموعه منتخبنا العربي الاخر، المنتخب التونسي. المجموعه بتضم هولندا واليابان وطبعا المنتخب التونسي والملحق الاوروبي ب. الملحق الاوروبي ب ده اقوى ملحق بقى. يعني تونس هي سبحان الله حظها وحش ان هي هيجي لها اقوى فرقه من الملحق الاوروبي يعتبر، او اقوى معاه يعني ايه، في فرصه. يعني بقيه الملاحق الاوروبيه في فرصه ان منتخب دون المستوى او منتخب متوسط يصعد. لكن المجموعه الملحق ده في اوكرانيا، السويد وبولندا، ثلاث منتخبات قويه، ثلاث منتخبات مستواها اعلى من المتوسط. وطبعا البانيا برضو من المنتخبات اللي قدمت اخر فتره في البطولات الاوروبيه المجمعه مستويات كويسه. فهنشوف. اتمنى طبعا التوفيق للمنتخب التونسي. اعتقد هولندا بنسبه كبيره هتحسم المركز الاول، واليابان منافس صعب لتونس، والمنتخب اللي هيصعد الاوروبي برضه هيبقى منافس صعب. فاتمنى ان تونس تقدر تعمل حاجه على الاقل ان شاء الله تاخد مركز ثالث وتصعد من احسن 8 توالت في مونديال امريكا. المجموعه اللي تخصنا احنا، المجموعه اللي تخص المنتخب المصري، المجموعه اللي هيطول فيها الحديث، المجموعه السبعه. طبعا مجموعتنا اسفرت عن بلجيكا وايران ونيوزيلندا والمنتخب المصري الوطني. هل بقى منتخب مصر يقدر يعمل حاجه في كاس العالم السنه دي؟ طبعا احنا سامعين جمله من امبارح، سامعين جمله اسهل مجموعه تقع فيها في المونديال، اسهل مجموعه تقع فيها في المونديال. انا اعتقد ده فخ. اعتقد ان الحوار اسهل مجموعه تقع فيها في المونديال ده فخ. مجموعه متوسطه مش مجموعه سهله نهائي. ليه بقى متوسطه؟ عندك منتخب بلجيكا، كله بيقول منتخب بلجيكا بيقدم مستويات متذبذبه. انا معاك، منتخب بلجيكا اخر فتره مستوياته واقعه جدا، بس منتخب بلجيكا عنده عناصر فرديه تقدر تحسم المكسب مع اي خصم في العالم، مش في مثلا في المجموعه دي فقط. اي خصم. عندك تيبو كورتوا لو في مستواه طبعا، يعني انا يعني محمد صلاح عنده تروما يا جدعان من تيبو كورتوا، وصلوا صلاح في كده. عندك جيريمي دوكو، لوكاكو، ايدن هازارد بتاع ده، عفوا ايدن هازارد معتزل، لا اسمه ايه، كيفن دي بروين. كيفن دي بروين. يعني عندك يعني 4 أو 5 لعيبه عناصر مميزه تقدر تحسم التاهل للمجموعه دي مستريح، يعني تقدر تحسم المكسب في اي ماتش مع منتخب بلجيكا. بالنسبه لمنتخب ايران، من المنتخبات المنظمه، من المنتخبات الجماعيه، من المنتخبات المعدل البدني عندها عالي جدا، من المنتخبات اللي تقدر تلعب ال 90 دقيقه بالظبط. يعني ايه، مستوى ما تتذبذبش في 90 دقيقه، 90 دقيقه مستوى ثابت. طبعا منتخب ايران في المركز الثاني اسيا، في اسيا طبعا، يعني المنتخبات القويه جدا. فيعني اتمنى التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. طبعا منتخب نيوزيلندا ده المنتخب الوحيد اللي هو مستواه يعني دون المستوى، اللي هو المنتخب ضامن انتاجته بتاخد منه 3 نقط. فان شاء الله منتخب مصر الكاس العالم ده نقدر نصعد على الاقل في احسن توالت يعني. بس انا ما اتمناش احسن توالت عشان ما نلبسش في منتخب اوروبي كبير، نصعد على الاقل حاجه مركز ثاني ان شاء الله. احنا يعني زي حسبة كل مونديال بنصعده، هنكسب نيوزيلندا ونتعادل، هنخسر من بلجيكا ونتعادل مع ايران، وكده كده ماتش نيوزيلندا مضمون. احلى حاجه ان احنا هنفتتح المجموعه دي بماتش بلجيكا. دايما كان بيبقى الماتش الصعب في الاخر او تاني ماتش. احلى حاجه ان هو ماتش بلجيكا الافتتاحيه. بعد كده هنلاعب اعتقد نيوزيلندا، هنختم بايران. فان شاء الله نقدر نعمل حاجه قدام بلجيكا على الاقل تعادل، ونكسب نيوزيلندا، نبقى معانا 4 نقط، ضمننا الصعود ان شاء الله بنسبه 90%. نخش مع ايران على الاقل ناخد تعادل، ناخد 5 نقط، يبقى ضمننا الصعود للمجموعه مركز ثاني او مركز اول على حسب سير المجموعه مع بقيه المنتخبات. يا رب الواحد يعني يشوف منتخب مصر في الدور ال 32 في الدور الثاني. نفسنا يا جماعه نكسب ماتش كاس العالم ونعدي دور المجموعه. بعد كده بقى المجموعه الثامنه تخص برده منتخب عربي، بس منتخب عربي مش افريقي، منتخب اسيوي، هو المنتخب السعودي. طبعا المنتخب السعودي وقع في مجموعه يعني اتمنى له كل التوفيق، وقع مع اوروجواي واسبانيا والراس الاخضر. 3 منتخبات مش ضعف. اسبانيا توب حاليا في اوروبا، اقوى منتخب في اوروبا حاليا. الاوروجواي من اقوى منتخبات امريكا الجنوبيه، ونشهد له بكده نتائجه مع البرازيل والارجنتين. بالنسبه لي حاليا اقوى منتخب في امريكا الجنوبيه كولومبيا، بعد كده الاوروجواي، بعد كده الارجنتين، بعد كده بقى البرازيل، لان المنتخب الاوروجواي بيقدم مستوى رائع. وعندنا الراس الاخضر من المنتخبات
الكويسه في افريقيا، مش المنتخبات التوب، لكن من المنتخبات اللي كويسه اللي بتأدي اداء كويس في افريقيا. هل المنتخب السعودي يقدر يصعد؟ طبعا حسبه المجموعه دي اسبانيا طبعا مركز اول بلا نقاش وبلا جدال. معانا الاوروجواي والراس الاخضر والسعوديه. ان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للسعوديه انه ياخد 3 نقط من الراس الاخضر، ويقدر ياخد على الاقل نقطه من الاوروجواي ويصعد مركز ثاني او على الاقل احسن توالت. انا عايز طبعا، يعني طبعا امنيه حياتي ان كل منتخباتنا العربيه تبقى متواجده في الادوار المتقدمه، عشان خاطر يعني احنا العرب نوري، يعني شايفين العالم كله شايف صوره على العرب ان هم ناس مش بتوع كوره. لا، احنا بتوع كوره جدا، بس احنا عامل الرهبه اللي جوانا هو اللي بيخسرنا الماتشات اللي زي كده. عامل المغرب تخطى عامل الرهبه يا جماعه، وشفنا عمل ايه في كاس العالم 2022. فاحنا عايزين الصوره دي تفضل مكمله معانا ان شاء الله في مونديال 26 في امريكا. المجموعه التاسعه، وهي بالنسبه لي اقوى مجموعه في كاس العالم السنه دي. طبعا السنه دي في حاجه الواحد يلفت نظر كليا، ممكن يكون الناس خدت بالها والناس ما خدتش بالها، ان مفيش مجموعه موت، مفيش منتخبين اوروبيين اقوياء وقعوا مع بعض في المجموعه. فدي حاجه كويسه ووحشه. كويسه وحشه في ايه؟ ان احنا مش هنشوف ماتشات قمم او نهائي مبكر في دور المجموعات، وكويسه ان احنا ان شاء الله باذن الله نشوف ماتشات قويه في الادوار المتقدمه. عندك فرنسا، السنغال، النرويج طبعا من اقوى منتخبات اوروبا اخر فتره، وفرنسا نفس الكلام. عندك السنغال من اقوى منتخبات افريقيا، ومنتخب عنده مجموعه لعيبه محترفين في اقوى الدوريات واقوى فرق العالم. وعندنا طبعا الملحق العالمي ب. الملحق العالمي ب ده طبعا اللي فيه منتخبنا العربي العراقي وبوليفيا وسورينام. طبعا بوليفيا وسورينام من المنتخبات الضعيفه جدا، فان شاء الله العراق تقدر تنتصر وتصعد للمجموعه دي، وربنا يكون في عونهم. طبعا انا مش هتستنى حاجه من العراق في المجموعه دي، ان المجموعه صعبه جدا جدا، بس ان شاء الله باذن الله العراق تصعد، وتقدر على الاقل تصعد احسن توالد باذن الله. وعشان خاطر يعني ايه، ممكن اصل فرنسا والنرويج صعبين جدا، والسنغال من المنتخبات القويه، فربنا يستر على اخواتنا في العراق، وان شاء الله نقدر منتخبهم يصعد الاول من الملحق ويفرحهم باذن الله، ويفرح كل العرب في كاس. بقى المجموعه العاشره، المجموعه المزدوجه عربيا، فيها منتخبين عرب، فيها الجزائر والاردن، معاهم النمسا، ومعاهم بطل العالم صاحب اللقب الارجنتين. مش عارف، في مشاعر متلخبطه معايا انا في المجموعه دي. يعني ان شاء الله باذن الله الاردن والجزائر. ده تمني، اتمنى طبعا. انا هحط يعني تمني، وفي نفس الوقت تمني يكون واقعي ازاي؟ الارجنتين مع احترامي للجميع هتكسب ال3 ماتشات. منتخب من اقوى منتخبات العالم، ومن اقوى منتخبات امريكا الجنوبيه. طبعا مش اقوى منتخب في امريكا الجنوبيه حاليا، بس منتخب لو اتحط في كاس العالم طبعا هيبقى اقوى منتخبات العالم، رابط صاحب اللقب وتاريخه كبير يعني، فهيبقى مركز اول. عندك الجزائر والاردن والنمسا. الاردن منتخب جميل جدا، ممتع جدا، جماعي، منتخب فرديات، فيه فرديات كويسه، موسى التعماري وزن النعيمات، في لعيبه كويسه. وعندك برضو منتخب الجزائر من المنتخبات الكويسه. فهل ممكن كل واحد فيكم يا جزائر ويا نمسا وناشئ تكسبوا، يا جزائر ويا اردن عفوا، تكسبوا النمسا؟ بس الجزائر تاخد 3 نقط من النمسا، والاردن تاخد 3 نقط من النمسا، ونتعادل مع بعض حبايب. نتعادل مع بعض حبايب، يبقى انت عندك 4 نقط وانت عندك 4 نقط، انت واحد فيهم يصعد الثاني، واحد فيهم يصعد الثالث، حلو كده، طالعين مرضيين. هل بقى هنشوف مفاجاه من منتخب عربي ويكسب منتخب الارجنتين؟ هل ممكن الاردن تكسب الارجنتين، الجزائر تكسب الارجنتين؟ حصلت في كاس العالم اللي فات لما السعوديه فاجئت الجميع بدون التوقع تماما وكسبت الارجنتين. يا رب ما اقدرش اقول كده. اما بقى المجموعه ال11، المجموعه ال11 بتضم كل من البرتغال واوزبكستان وكولومبيا. دي مجموعه كويسه جدا. وطبعا الملحق العالمي الف، الكونغو الديمقراطيه وجامايكا وكاليدونيا الشماليه. طبعا الكونغو اقوى منتخب في الجماعه دول، يعني هو اعتقد الملحق العالمي اقوى منتخب، اللي هو ممثل اسيا وممثل افريقيا، اعتقد هم الاثنين اللي يقدروا يصعدوا ان شاء الله. الكونغو كان خرج نيجيريا والكاميرون من التصفيات من ملحق افريقيا اللي هو اهل الملحق العالمي، خرج منتخبين اقوياء جدا. فالكونغو منتخب مش ضعيف، الكونغو منتخب كويس. هل الكونغو يقدر يخرج جامايكا وكاليدونيا؟ طبعا انا اعتقد ان الكونغو ان شاء الله يكون موجود في المجموعه دي، بس ما توقعش ان الكونغو يعمل حاجه، لان البرتغال هيحسم الصداره وكولومبيا يحسم المركز الثاني. مع احترامي لاوزبكستان والكونغو ان شاء الله لما يصعد. البرتغال السنه دي من اقوى المنتخبات، يعني كعناصر فرديه، كاسماء، عنده اسماء تاهله انه ياخد كاس العالم. هل بقى جماعيا في الملعب يقدروا يعملوا كده؟ طبعا لا، هنشوف. وعندك كولومبيا من المنتخبات طبعا الجامده جدا في امريكا الجنوبيه. 12 واخر مجموعه في مجموعات كاس العالم، مجموعه تضم كل من انجلترا، كرواتيا، غانا، وبنما.
طبعا بنما موجوده في المجموعه دي عشان كل الفرق تاخد منها 3 نقط. فاحنا كده عندنا انجلترا وكرواتيا وغانا بادئين بكل فرقه فيهم 3 نقط قدام بنما، الا اذا بنما عملت مفاجاه. لكن بنما من المنتخبات اللي بتصعد كاس العالم بس يشهد لها التاريخ ان هي بتبقى حصاله المجموعه. عندك غانا من المنتخبات الافريقيه الضعيفه، وصعدت ازاي الله اعلم، صعدت في مجموعتها ازاي الله اعلم. طبعا كان الملحق عفوا تصفيات كاس افريقيا السنه دي، كاس العالم في افريقيا كانت اسهل بكتير من المواسم اللي فاتت. لو كان على النظام بتاع المواسم اللي فاتت طبعا ما كناش هنشوف غانا في كاس العالم. فغانا من المنتخبات الضعيفه، فاعتقد انجلترا هتحسم الصداره، وكرواتيا بشكل كبير تحسم المركز الثاني، وغانا ممكن تخبط وتصعد احسن توالت. لان غانا ده ماتش بنما، وماتش بنما اعتقد ده بالنسبه لغانا سهل يعني، اعتقد اي حد هيلاعب بنما هيكسب بنما يا جماعه يعني، مش محتاجه يعني. وده كده يكون كل المجموعات وكل الكلام عن كاس العالم في 2026 في امريكا والمكسيك وكندا. ان شاء الله باذن الله نوفيكم باذن الله ساعه كاس العالم كده، ونبقى معاكم تغطيه شامله باذن الله كاس العالم. بس ما عنديش حاجه تانية اقولها. ان شاء الله التوفيق لكل منتخباتنا العربيه، للمغرب، لتونس، للجزائر، الاردن، العراق، السعوديه، ومصر طبعا. فان شاء الله ما كنتش نسيت حد يعني من المنتخبات العربيه الموجوده في كاس العالم. فيا رب التوفيق باذن الله. بس كده، احلى مسا عليكم، سلام.